السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ الجمال ده مش كفتة رز ولا كفتة داوود باشا، الكفتة دي كفتة مختلفة تماما، او الطبخة كلها على بعضها مختلفة تماما. دي كفتة بالكرنبيط، بصراحة طعمها تحفة، غلبت كفتة الرز. وإذا كنتوا أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان كله يستفيد بيه. يلا بينا نروح نعملها ازاي. أول حاجة هنا عندي واحدة من الكرنبيط، أنا قطعتها بالشكل ده وهاخدها أسلقها زي ما انتوا شايفين كده. أخدتها سلقتها. أنا لما بحب أسلقها بحب أحط في المية شوية توم باودر، بصل باودر، بس بصراحة ما بحبش أحط كمون. هنا بعد ما صفيناها خالص من بعد السلق، يلا بينا هنعمل خطوة بعدها مهمة جدا جدا. الكرنبيط طبعا احنا عارفينه بيبقى كله سوائل، كله مية، فلازم اعمل الخطوة دي. الخطوة دي مهمة جدا، مش ممكن نستغنى عنها، ان احنا نعصر الكرنبيط بالشكل ده عشان نصفي منه المية. شايفين المية نازلة منه قد ايه؟ كتيرة جدا زي ما انتم شايفين. علشان تنجح معانا الوصفة لازم نعمل الخطوة دي، مهمة جدا. تمام. انا بقى هسيبكم اروح اعمله وارجع لكم تاني. هنا بعد ما خلصت عصرته، شايفين الميه اللي نزلت منه قد ايه؟ يلا بينا هنجيب بقى ايه معانا، حوالي ربع كيلو لحمه مفرومه، معايا ملح وفلفل اسود، ومعايا شويه نعناع ومعلقتين من البقسماط. تمام. تقدري تستغني عن البقسماط وتحطي معاه، تحطي بداله معلقه دقيق او معلقتين دقيق. حطينا هنا بصله مبشوره برضو، مصفين منها الميه، معلقتين توم وشويه خضره زي الكزبره والبقدونس بالشكل ده، ونقلبها كويس لغاية ما تندمج كلها مع بعض. طبعا كل المواد دي خالية من أي سوائل فيها. ده شكلها. بعد كده خدتها ضربتها في الكبة ضربة بالشكل ده. بقى شكلها تمام. طبعا عشان الوقت بتاع الفيديو، يلا بينا بقى نروح نعمل الخطوة اللي بعد كده قبل ما نسيبها ترتاح شوية. أنا جبت هنا حلة، حطيت فيها شوية من الزيت، هنعمل بقى التسبيكة بتاعتها. تمام. وحطيت بصلة مبشورة وأشوحها شوية لغاية ما تصفر. بعد كده هنزل بمعلقة من الثوم المفروم. هي التسبيكة بتاعتها تشبه كفتة الرز هنا شوية، بس مختلفة في بعض خطوات بسيطة. بعد كده هنزل بمعلقتين من الصلصة وأقلبها كويس جدا. وهنزل هنا بكوباية من الحمص الشامي. الحمص ده أنا كنت جايباه ونقعاه وسلقاه، يعني كده هو مسلوق. وهننزل بعد كده بشوية من المية علشان كل المكونات دي تغلي مع بعضها وتتسبك. هنحط ملح وهنحط فلفل اسود، حبة تحطي حبة من الشطة عشان تبقى حامية حسب رغبتك، قرن فلفل حسب رغبتك. هنحط هنا برضو معلقة من الكزبرة الخضراء عشان تديها نكهة حلوة. ادي كده خلصنا التسبيكة، نسيبها بقى تتسبك ونروح بقى للكفتة. هناخد بعد ما سيبناها ارتاحت في التلاجة حوالي نص ساعة، ناخدها نكورها بالشكل اللي انت عايزاه. عايزة تكوريها كور، عايزة تعمليها صوابع، زي ما انت عايزة. وتكوني جايبة صينية فيها دقيق وتحطي الكور على الدقيق بالشكل ده. بعد ما كورنا الكفتة بالشكل ده نحاول ندحرجها في الدقيق وكلها تتغطى بالدقيق تماما. ادي كده تمام اتغطت. هنجيب صينية تانية تكون برضو مرشوش فيها دقيق ونبتدي نحط عليها الكور بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده اعمل الكمية التانية. انا هنا خلصت كل الكور بالشكل ده، ويلا بينا على الزيت نروح نقليها. هناخد الكور نحطها في الزيت ونقليها بالشكل ده. احنا عاوزينها تتحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي نطلعها على ورق مطبخ يمتص الزيت. وبعد ما تسبك التسبيكة بتاعتها هنبتدي ننزل الكور في التسبيكة، كور الكفتة في التسبيك بالشكل ده. طبعا هنسيبها تغلي غلوتين وكده تمام هتكون خلصت عندنا. وادي ده شكلها
النهائي. أتمنى إن الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتكتبوا لي تعليق إيه رأيكم فيها، ولو هتجربوها وقولوا لي تحبوا أعمل لكم إيه الوصفة الجاية، وأتمنى إنك انتوا تشيروا الفيديو عشان كله يستفيد منه. شايفين عاملة ازاي؟ بصراحة طعمها حلوة جدا، يعني طعم النعناع والخضرة عطيها طعم حلو جدا. الحمص طبعا كان مكون حلو جدا في التسبيكة بتاعتها، في الطبخة بتاعتها. بصراحة أنا كمان بحب الحمص أطبخه. باي باي.